سنة 1914 بريطانيا دخلت الحرب العالمية الأولى. في الوقت ده مصر كانت محتلة من بريطانيا، وده معناه إن كل موارد مصر كانت رايحة لخدمة بريطانيا ومساعدتها في الانتصار في الحرب. من أهم الموارد دي كان المورد البشري، العامل المصري. يعني احنا عندنا على الجبهة في جنود بتحارب، بس في نفس الوقت في خنادق محتاجة تتحفر، في أنفاق محتاجة تتحفر، فتروح قوات الاحتلال للسلطة المصرية: سلام عليكم، احنا عايزين نأجر صعايدة. وتفتح السلطات المصرية باب التطوع، والناس تبقى في الأول مترددة. من ناحية محدش طايق الاحتلال ومحدش عايز انجلترا تكسب الحرب، ومن ناحية تانية الحرب دي كانت على السلطان العثماني اللي هو المفروض كان خليفة المسلمين. ومن ناحية تالتة كمان احنا في الآخر رايحين الجبهة، يعني الظروف هناك سيئة جدا. ومع ذلك مع الجوع والفقر والبطالة اللي كانوا حاصلين في مصر وقتها، ناس كتير اتطوعت في السلطة وقعدوا هناك كام شهر، واللي رجع منهم رجع شخص تاني خالص. الفكرة ما كانتش ان الظروف على الجبهة كانت قاسية، الحاجة اللي غيرت الناس دي يمكن بشكل لا يمكن اصلاحه كانت الإهانة